الصراحة هو ملزم بده كله، يجيب بقدر المستطاع. مش هو الدين اللي قالك كده؟ مهر صداق المسمى بينهم، وقال لك يجيب مسكن او مكان للمعيشة مناسب، يعني حسب مقدوره، مش ضروري يجيب حاجة فاخر من الاخر. وقال لك عليه كمان الكسوة والاكل والمشرب، يعني هو ملزوم بكل ده. هاتيلي بقى نص في الدين بيقول ان الست عليها كذا والراجل كذا. ومن يوم ما الناس بعدت عن شرع ربنا او دينه او اللي ربنا قال عليه، ودخلت في حتة الفشخرة والحتة ان هو مثلا فلان بغيظ علان، والدنيا خربت. وهي اساسا غيرة نسوان. نسوان لما بتغير من بعضيها بتكون بتضارب بعضيها، حتى لو على حساب جوزها. المهم تفشخر والناس كلها تتكلم على العفش، بدليل زيطة والزنبليطة والعفش وهو رايح. ربنا عرفوه بالعقل. هو مقدوره يجيب كذا وكذا وكذا في بيته، خلاص ده بيته. لكن هو ملزم ياكلها وملزم يشربها وملزم يديها مهرها، ويبقى في صداقه مسمى ما بينهم. فيعني انت هتيجي تلغي كل ده وتقولي لي اصل هو المفروض يجيب سجاد وستاير؟ ما يجيب اللي يجيبه في بيته، هو حر. يا رب ان شاء الله ما يجيب يجيب ستاره مثلا تكون ارخص نوع، ان شاء الله يا رب يجيب سجاده ارخص نوع، هو حر بيته. انت كأم عروسه تتشرطي عليه يجيب ايه؟ لا، مش من حقك تتشرطي. لكن ام العريس ما تبقاش ست مش كويسه وتروح للناس وتقول لهم عليكم وعلينا. عيب. عيب تدخلي تقولي للناس ان ابني مش راجل، ابني نص كم، وعايز اللي يساعده ويقف جنبه عشان يتجوز، عشان نعف بناتكم مثلا من وجهة نظركم، عشان لو ما عملتوش كده بناتكم يقعدوا يعنسوا. ما انتوا اللي صعبتوها على العروسة وهي مش قادرة تجهز، فبالتالي مش هتتجوز، هتقعد تستنى لحد ما يجي لها حد يقول لها انا هاخدك بطولك، وهيجي لها واللي هيقدرها. يا اما ابوها هيضطر انه يستلف وياخد قروض وفي الاخر يتسجن، او في الاخر مثلا تحصل له مشاكل ماديه ويفضل طول عمره يقعد يسد في الديون عشان سيادتك تبقي راضيه او ابنك يكون راضي. طب ما الاسهل يبقى راجل ويجيب بمقدوره اللي يقدر عليه. هتقولي لي مش قادر، هيفتح بيت ازاي؟ طب لما مش قادر هو هيفتح بيت ازاي؟ اقنعيني. واحد مش قادر يجيب في بيته تلاجة، ولا قادر يجيب في بيته غسالة، ولا قادر يجيب في بيته سجادة ولا ستارة ولا سرير ولا أوضة نوم ولا أي حاجة من الكلام ده كله، حتى لو كانت بربع التمن، حتى لو كانت يعني حاجات بسيطة، هيعرف ازاي ياكلها ويشربها؟ ولما تحمل تيجي تولد مثلا قيصريه بالشيء الفلاني، ولا ابنه يدخل لا قدر الله الحضانه، هيصرف عليه منين؟ هيروح لابوها يقول له ساعدني؟ من هنا وتقيس الراجل. الراجل اللي يعرف يجيب القرش، الراجل اللي يعرف يدفع، الراجل اللي يعرف يحافظ على بيته، الراجل اللي يقدر يحافظ على اهل بيته من مأكل مشرب. والله انا لا اعرفه كده، يعني ما شفتش حته ان الراجل يتشرط على العروسه عليكي وعليا دي غير هنا. والحمد لله ان احنا لسه محافظين على عاداتنا احنا. لو قلت لكم ان احنا ما بنجيبش حاجه بس ما بنكتبش قايمه، ما بنحطش مؤخر الشيء الفلاني، لان احنا عارفين الكاره بيسيب، يعني بيسيب الجمل بما حمل. لكن ما بنمرمطش بعض في المحاكم. خلاص ده بيته، هو اللي جاب، ما تبقاش بجاحه مني لما اجي اقول له انت بيتك جبت كذا اكتب لي قايمه. دي قله ادب، دي قله ادب من اهل العروسه. هو ما دام عجبنا في دينه واخلاقه وتربيته واهله ناس كويسين يبقى اهلا وسهلا. مش عاجبنا من البدايه، حتى لو هيجوزها في اسرع عابدين. طب انا ايه فايدتي ان انا اجوز بنت لتاجر مخدرات مثلا او تاجر سلاح او تاجر كذا، لمجرد ان اسكنها في قصر ومش هتجيب حاجه؟ ده بالعكس اكتبي لها كمان. بس كده انا في حاجه حرام في الموضوع، في حاجه غلط، وربنا عمره ما يبارك في كده. واللي يبقى بالشكل ده ويجي ياخد بنت بالشكل ده اكيد يعني هيجيب غيرها وغيرها 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 وغيرها. سهلوا على بعض الجواز وتعاونوا ان انتوا ما تطلبوش وتتشرطوا عليه، وهو يجيب اللي يقدر عليه. بس ما تجيش تقطموا وسطه وتقولوا له تعبك اللي انت جايبه او اللي انت عامله اكتبه للعروسه، لان العروسه مش من حقها يتكتب لها، مش من حقها يتكتب لها قايمه. واغلب الطلاق اللي حصل الفتره الاخيره، او النسبه لما عليت وبقى في طلاق اعلى من العنوسه، عشان في ناس بتقول عنوسه، هي مش عنوسه، هي اسمها تاخر زواج، الرزق ما جاش. آه، مرمطتهم في المحاكم بسبب القايمه. القايمه دي اللي اساسا خلاص لو هتروح تبيعها حاجه مستهلكه وملهاش اي 30، لا، ملهاش اي 30 لازمه اساسا، وحاجات بايظه ومش هتجيب تمن اللي انت جبته ولا هتسد لك حاجه من اللي انت جبته. وحتى لو هتطلقوا في اول سنه بس كده حاجه مستهلكه ومستخدمه برضو. ففكروا بالعقل شويه وعقلانيه، وبلاش حته نبص لبعضينا، عشان في النهايه والله لما الواحد يموت هيروح باعماله. لكن حته الغيره والحقد وفلان جاب وفلان عمل، حبوا الخير لبعضكم، ما تبصوش اللي في ايد بعضكم، عشان كل واحد على مقدوره. وما تقطموش الشباب ان انت مثلا لما يبقى مقدور ويجيب حاجه بسيطه تقول له كنت جبت اغلى.
وتخبط كده على الخشب وتقول كان في افخم، كان في احسن. لا، تسلم ايديه وكتر خيره انه دخل بيتنا، وكتر خيره انه خد بنتنا، وكتر خيره انه قدرها وما شايلهاش فوق طاقتها، كتر خيره انه احترم ابوها واحترم امها، كتر خيره حاجات كتير جدا. وانت اللي اختار، يا تختار الفشخره يا تختار الرضا والسكوت والسكينه والرحمه والموده والحياه الحلوه. فهمتي؟ لكن ام العريس لما تيجي تقول لام العروسه انت بخيله، ازاي بخيله؟ ده على كده معلش، لو انت هتبصي لها على ام العروسه ان هي بخلت عليك انها ما جابتش، يبقى انت ست طماعه. ده اسمه طمع. انا طمعانه في ناس، وهتلاقوا في ناس بتنقي الناس. انا هروح للعروسه دي شكلها مجهزه كتير، وتلاقي جوازات بتبقى مبنيه على انه هياخد من العروسه ايه، مش حبيبها ليه او عايزها ليه، لا باصص في اللي في ايديها. لكن واحد جاي لواحده مسكينه او غلبانه على الله، مادياتهم مش احسن حاجه، بس يكفي ان هو داخل بيتهم عايز البنت دي، وانا يعني هحاول ان انا اسعدها واجيب لها واعمل لها واسوي لها. لكن هو جاي لجهاز، مش جاي لبنت، ويتصدم بعد الجواز انه البنت دي مش هو اللي بيتمناها او بيحلم بيها. فتبدا المشاكل ما بينه وما بينها، مش انت اللي حبك، مش انت اللي مبسوط معاكي، مش انت السعيد معاكي. فتبدا المشاكل تحصل، فتبدا البنت تندم على جوازها بيه، تبدا تقولك عايزه اتطلق، عايزه اخد حاجتي، عايزه امشي، انا لو لميت حاجتي من البيت هيقعد على البلاط. وانت يا راجل ما تقبلش على نفسك تبقى كده. ما فيش راجل يقبل على نفسه انه يطرد من على الكنبه، يتقول له انزل اقعد على الارض. انا قلت لكم قبل كده، سمع ودني انه واحده وواحد متخانقين مع بعض ورافعين سكاكين مع بعض، والدبانه بتاعت كل فيديو اساسي. خلاص اعرف ام كريم والذبابه، يبقى المفروض يبقى اسم حسابي ام كريم والذبابه. يلا مش مشكله. سمعتهم بيتخانقوا، متصله في ابوها، تعالى خدني تعالى خدني مش عارفه ايه، وهو اتصل قال له انا هطلق بنتك ومش عايزها. يا عمي طب في ايه؟ اتكلم هنا. فبيحكي لمراته بيقول انه جوز بنته بيقول له انه بنته شدت البطانيه من عليه وقايله له ما تتغطاش بجهاز ابويا. شفتوا؟ بنت قليله الادب. والراجل انا مش عارفه اقول ايه بصراحه، ان هو قبل على نفسه كده، وحاجات كتير بالشكل ده بتحصل. وقت المشاكل حاجته وحاجتك، ما هو ده مش حلو، ده شيء مش كويس، ده مش لطيف. مش لطيف ان راجل يتعاير بحاجة راجل تاني، ومش لطيف ان ام العريس تقول اصل انتوا لما كنتوش انتوا ناس بخلة. تتقاس كرم الناس وقبولهم بيهم بانه قد ايه هيجيبوا حاجات، يبقى يتقاس كرمه. تقوم تجوز ابنها التاني فيجيب اكتر من الاولاني، تجيب العروسه التانيه تجيب اكتر من الاولاني، فتتعاير الاولى من هي ما جابتش قد التانيه، فتبدا تنغص عليها حياتها وتقول لها ما انت ما جبتيش، امك كانت بخلانه عليك. مهما كانوا جابوا فوق المستطاع هتتعاير. طب ليه ما تعز بنتك وتقدرها ويجي لها ابن الحلال والراجل الصح اللي يعيش على مقدوره، ولا تكتب له قايمه ولا تكتب مؤخر كبير، ويعني المهر اللي مقدوره والذهب اللي يقدر يجيبه، وجوزوا بناتكم واستروهم على معيشة الراجل اللي يقدر يصرف عليها بعد الجواز. سهلة. وهتلاقوا بناتكم زي بناتنا بيتجوزوا صغيرين. صغيرين تاني بمعنى انه فوق ال 18 سنة، لانه كاتب الكتاب بيتكتب من 18. ده القانون اللي قال، مش انا اللي بقول. فبالتالي انه الجواز الحقيقي للبنت بعد ما تخلص الثانوية عامة. عايزة تكمل جامعة شاطرة وعايزة تكمل جامعة تكمل، وفي بتجوزوا بيكملوا وبتخرجوا احسن بنات في الكون. فاطمن على بنتك مع الراجل اللي جاب، مش الراجل اللي جه باصص على اللي انت جايبه. لو وصلت معايا هنا، وانا اعرف الناس اللي وصلت لاخر الفيديو، لما توصل معايا هنا هتكتب يا رب او اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ويا ريت تشيروا الفيديو عشان غيركم يفهم وجهة نظري، اللي طبعا في ناس كتير جدا هترفضها، لكن لو شغلوا مخهم هيعرفوا انهم هيستروا بناتهم صغيرين وهيتجوزوا وهيعيشوا كويس، لانهم ما صعبوش على نفسهم الحياة. واللي يجيب يتكتب، واللي ما يجيبش ما يتكتبش. فانت مش عايز يتكتب عليك، ما تخليش تجيب حاجة وتعيش على مقدورك، وما تبصش على اللي في ايديها. انتوا طبقتوا مثلا يقول اهلا بالحامل والمحمول، معكيش محمول يبقى مفيش اهلا بالحامل.